انت عندك ناس شاطره جدا في السوق. بس مش باينين يا دكتور وسط الناس الكتير اللي مش شاطرين. لا هقول لك ليه بقى مش باينين. عشان هما بيشتغلوا، مش قاعدين بيطلعوا ستوري كل نص ساعه. بوم. صح. انا ما اعرفش الناس دي بتلاقي وقت تعمل كده ازاي. هسألك سؤال واحد، تعالى النهارده قول لي مين هو الكوميرشال دايركتور بتاع شركات الصف الاول. والله ما معروفين بالمناسبه يعني. انت لو هتعرفه هتعرفه عشان معرفه شخصيه، هتعرفه عشان خاطر هو شخص سيلبرتي في الفئه بتاعته، من ان هو ده بيلعب في البريمير ليج، تمام. لكن هو مش طول الوقت قاعد بيعمل ترندات. دي اول نقطه. النقطه الثانيه، انا ليه بقول لك مش لما يبقى مستشار، انا مش بعيب في حد، ولكن في درجات. كلمه كونسلتنت او استشاري انت بتاخدها بعد عدد سنين معينه من الخبره ومزاوله المهنه. صحيح. فهي كانت اول غلطه لما مسكت انت الشخص وحطيت عليه كلمه ايه، بروبرتي كونسلتنت وبروبرتي ادفايزر. اللي بدعوا البدعه دي كان بداياتنا مع فين؟ مع كولدويل بانكر. صح. كولدويل بانكر انت بتخرج منها معدي على الاكاديمي، متعلم مع ناس معينه، واخد نوليدج بشكل معين، فبدات تحط نفسك على طريق الادفايزر، انك تقدر تكون ناصح لحد.